قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تعبنا في تحضير المحتوى يوصل لكم كامل ومتجدد. تخيل معايا تكون أقوى ملك في العالم وتموت وتنتقل لعالم تاني، عالم كله سحر وحركات ومعاك ذكريات العالم اللي فات. تخيلت هتعمل إيه؟ ده أنت هتكسر الدنيا. يلا صل على النبي وتعالى نبدأ الحكاية. ده هو جراي، أقوى ملك حكم الأرض، شخص ما فيش منه اتنين. وهو صغير اتساب قدام كنيسة وتربى فيها وما يعرفش يعني إيه أهل أو حب أو أي حاجة. حياته بائسة بكل المعاني وما فيش غير القتل اللي يعرفه. في يوم زهق من كل الحاجات دي وقعد يبص على درعه وهو زعلان من الحياة. فجأة نور غريب خطفه بعيد لمكان مختلف، وهناك سمع صوت بيكلمه وبيقول له ديان أنا عاوزك تبحث عن النور. جراي فتح عينه واتصدم. قدامه واحدة شايله طفل ومعاها واحد تاني فرحانين جدا إن الطفل كويس. وقتها جراي فهم كل حاجة، إن روحه اتنقلت جوه جسم الطفل ده، ودول تقريبا باباه ومامته. سموه أرس وكانوا فرحانين بيه جدا. مرت الأيام بسرعة وأرس لسه مش متعود لا على اسمه الجديد ولا على الجسم ده. أبوه وأمه كانوا بيعتنوا بيه جدا، لكن هو لسه مش واخد على الإحساس الجديد وكان محرج جدا. في مرة وهو بره البيت مع أبوه شاف أول حاجة صدمته. اكتشف إن العالم ده فيه سحر وحاجات تانية كتير ما كانتش موجودة في العالم الأول بتاعه. كمان عرف إن الوحوش مالية الدنيا حواليهم، وفهم إنه لازم يقوي نفسه في أسرع وقت لو عاوز يتأقلم. بعد 6 شهور أرس أخيرا قدر يحبي. أبوه كان في قمة السعادة لما شافه. كانوا بينايموه في مكانه ويسيبه ومفكرين إنه طفل عادي، لكن اللي ما يعرفوش أبوه وأمه إن أرس مش هيسكت. لا، ده بيستخدم البطانية كسلم وبينزل منها على طول، وبيحب لحد مكتبة البيت. هناك جاب كتاب وبدأ يقرأ عن العالم ده. قدر يوصل لمعلومات كتيرة وعرف إن العالم هنا مكون من 3 أقسام: مملكة درف اللي فيها الأقزام، مملكة إليانور اللي فيها 1000، وأخيرا مملكة سابين اللي هي مملكة البشر والأكبر فيهم. فتح كتاب تاني ولقاه بيتكلم عن السحر وأنواعه وطرق استخدامه. أرس ما كانش فاهم السحر المقصود هنا، لكنه في العالم الأول بتاعه كان بيستخدم حاجة قريبة منه اسمها الكي. جرب ينفذها وركز كل حواسه علشان يجمع قوته، وفعلا ظهرت نواته. لكن وهو لسه هيكمل فجأة أمه دخلت عليه وقطعت تدريبه ورجعته أوضته وقالت له يبلع ويرتاح. مرت الأيام كانت قاعدة تكتب ذكريات عنه وشايفاه ولد ذكي جدا بيحب القراءة كتير، لكن كانت مستغربة إنها ما شفتوش ولا مرة بيضحك. السبب ما كانش واضح لها. المرة الوحيدة اللي حست فيها إنه بيتأثر كانت لما خرج من البيت على المدينة، وحست إنه مهتم جدا بالأسلحة والسحر. بعد مرور الوقت أرس كمل 2 أبوه أخده بره علشان يعلمه استخدام السيف. أرس بدأ يتدرب، لكن لسوء حظهم أمه شافته. راحت على طول لجوزها وابتدت تزعق له أنت بتعمل إيه بابني اللي لسه ماشي يا راجل يا عديم النفع. ودت له كلمتين في جنابه. الأب طبعا اعتذر. بعدها الأم أخدت أرس جوه علشان تاكله، لكنه لما شاف الكتب قال لها أنا عاوزها. الأم ردت كتب إيه يا عم؟ لا كفاية قراءة بقى، نظرك هيضعف. لكن أرس خلاص كان عقد العزم. قدام نظراته دي الأم استسلمت وثبته يقرأ. اللي الأم ما تعرفوش يا صديقي إن أرس مش بيقرأ وبس، لا ده بيقرأ وبيجمع المانا في كل حتة في جسمه. فجأة وهو بيكون نواته البيت انفجر. الأب والأم كانوا بره والحطام كان هيحرقهم. الأم جريت بكل سرعتها على ابنها علشان تتأكد إنه بخير. دخلوا بسرعة، لكن الأب لما وصل اتصدم. أرس مش طفل عادي، ده قدر يكون دايرة مانا وهو لسه ما كملش 2 أرس نزل على الأرض بكل ثقة وبدأ يتحرك ناحيتهم، وفجأة السقف وقع عليه. أرس حاول يجري بسرعة لكنه كان خلاص هيموت، بس الأم بكل سرعتها لحقت تمسكه، والأب من فوقهم طير الحطام. أرس حمد ربنا إنه بخير، لكن الأم من فرحتها فضلت تعيط وهي بتشكر جوزها علشان لحقهم. فضلت تطبطب على ابنها وهي في قمة السعادة. الأب هو كمان كان بيعيط من الفرح. أرس مش فاهم إيه اللي بيحصل، ليه بيعيطوا؟ هو مش فاهم المشاعر الدافية دي، لكنه لقى نفسه هو كمان بيعيط معاهم، وحس لأول مرة بحلاوة العيلة وقال بالرغم إني مش فاهم إحنا بنعيط ليه، بس أنا مرتاح جدا. ولو وصلت لحد هنا فأنت أكيد مستمتع. تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب واكتب لي في الكومنت رأيك. نرجع تاني للأحداث. تاني يوم أرس حلم بحلم من حياته السابقة. شاف نفسه وهو بينافس حاكم على أحد المجرمين. المجرم ده كان بيترجاه يسيب عيلته ويقتله هو أو يعمل أي حاجة تانية، لكن جراي من غير أي شفقة قتل العيلة قدام الراجل ده وخلص عليهم، لأنه ما كانش عنده أي مشاعر أو رحمة تجاه أي حد. صحى أرس من النوم وأبوه أخده للحديقة علشان يديه أول سلاح ليه. جاب له قفاز شكله جامد ومفكر إن أرس هيقبله، لكن أرس رفض واختار سيف. أبوه لما شافه قال له تعالى أعلمك المبارزة. الأب استخدم طاقته على العصاية اللي في إيده وقال لأرس هجم عليا. أرس فعل المانع عنده وفي لحظة واحدة كسر سلاح أبوه. الأب اتصدم من الموهبة اللي قدام عينه، ما عادش مصدق اللي بيشوفه. على طول قرر يبلغ الأم باللي حصل.
وبيقول لها إنهم محتاجين يودوا آرثر للعاصمة علشان يتعلم هناك، وده لأن الأب بعد ما شاف موهبته عرف إنه محتاج خبير. الأم في الأول كانت رافضة الكلام، لكن بعد ما عرفت إنهم كلهم هيروحوا معاه لمت شنطتها في أسرع وقت وقالت يلا بينا. بعد شوية وقت وصل كل أصحاب العيلة علشان يحرسوهم أثناء الرحلة. آرثر اتعرف عليهم والدنيا كانت زي الفل. ركبوا العربية ومشوا بيها، والطريق كان هياخد يومين بالكتير. في النص وحوش هاجمتهم، لكن الناس دول ما كانوش بيهزروا، خلصوا على أي حاجة في وشهم. بعدها قعدوا في المكان ده ياكلوا. آرثر كان بياكل في طبقه عادي وبص على أمه ولاحظ إنها ما بتاكلش وكان شكلها غريب شوية. المهم الأب كان متعور ودلوقتي لازم إريس تقوم وتعالجه، وهي لسه رايحة. هوبا الكل أخد وضع الحراسة. أيوة سحر العلاج ده نادر جدا، ولو حد شافها وهي بتستخدمه مش هيكون كويس، لكن في الآخر خلصت علاجه والدنيا رجعت تمام. بعد كده راح واحد من المحاربين لآرثر وقال له تعالى يا بطل نتبارز سوا. آرثر استغرب وقال نتبارز إيه؟ أنا قد دراعك. بس فعلا راحوا يتبارزوا، وشكل المحارب ما كانش بيهزر. بدأ القتال وآرثر على طول فعل المانة بتاعته في رجليه واختفى من قدامه. المحارب حاول يضربه من هنا، لكن آرثر صد كل الهجمات. الكل كان مصدوم ومش مصدق نفسه، بس للأسف بسبب جسمه الخفيف طار هو والسلاح اللي في إيده. البنت أنقذته بسرعة ووبخت المحارب علشان استخدم قوته ضد طفل صغير، لكن المحارب رد وقال لو ما عملتش كده كنت هموت، انتوا مش عارفين هو قد ايه قوي. الكل سكت على الموضوع إلا جاسمين اللي قربت من آرثر وسألته انت عملت الحركات دي ازاي اتحركت بالسرعة دي واختفيت من قدامه؟ آرثر ما كانش عايز يطلع معلوماته، بس قدام طريقتها ما قدرش يرفض، فعلمها الحركات دي وبقوا قريبين من بعض جدا. بقوا أحلى أصحاب، وخصوصا إنها أصغر واحدة في المجموعة وأقرب واحدة ليه. الصبح جاسمين أدت له سكينة وقالت دي أول هدية مقابل تعليمك ليا. وأخيرا كملوا الرحلة والدنيا كانت زي الفل، لكن فجأة مجموعة قطاع طرق ظهروا في المكان وحاصروهم من كل اتجاه. الكل أخذ وضع القتال وبدأوا يواجهوهم. عددهم كان كبير جدا، ورغم إن قوتهم ضعيفة إلا إنهم كانوا بيعوضوا ده بالعدد. علشان كده الأب نادى على آرثر وقال له خد أمك واهرب في أسرع وقت. الأم رفضت وكانت عايزة تعالجه بأي طريقة، لكن الأب كان عارف خطورة استخدام قوتها وقال لآرثر أمك حامل يا آرثر، أنت هتبقى أخ كبير، خدها بسرعة واهرب من المكان علشان نلحق نحميها. آرثر في الأول ما كانش عايز يهرب وكان عايز يقاتل، لكن لما عرف إن أمه حامل مسك إيدها وقرر يهرب. المجرمين حاولوا يضربوا عليهم أثناء الهروب، لكن الكل وقف لهم بالمرصاد وفتحوا لهم الطريق. خلاص هربوا بعيد، لكن فجأة ظهر ساحر. آرثر شافه وبعد أمه عنه وأخذ الضربة مكانها. طار بعيد وكان هيقع من على الجبل. بالخنجر اللي معاه رماه وربطه بيه علشان يموت. الكل حاول يستخدم قوته يلحقه، لكن المسافة كانت بعيدة جدا. آرثر خلاص كان هيموت. وقع قدام الكل في مشهد حزين جدا. الأم صرخت عليه، لكن رغم إنه ضحى بنفسه علشان عيلته كان حاسس بالفرح لأنه عمل اللي عليه. وقتها افتكر مشاعر الحمد لله كنت عايز أكون أخ كبير، بس يلا اللي حصل. وبعدها وقع من على الجبل. تفتكر مات خلاص؟ لا والله، ده بطل الحكاية. الواد قام ولقى وحش قدامه، قال أنا فين وبعمل إيه هنا؟ الوحش رد عليه وقال له اهدأ وأنا هحكي لك كل حاجة. لكن آرثر خاف وهاجم عليه بغباء. النتيجة وقع على الأرض جسمه متدغدغ. الوحش بدأ يعرفه اللي حصل وقال له إنه أنقذه بعد ما وقع في الغابة وجابه لحد هنا. كمان طمنه وقال له أبوك وأمك بخير وقدروا ينجوا من قطاع الطرق. آرثر بعد ما سمع الكلام ده فرح جدا وشكره. الوحش قال له ولا يهمك يا عم، أهم حاجة كل الفاكهة دي بسرعة علشان هتعالج جراحك. آرثر فعلا أكلها وجسمه بدأ يخف. كان عايز يخرج من الغابة، لكن الوحش قال له خروجك دلوقتي مستحيل بسبب خطورة الوحوش بره، وبقوتك الحالية مش هتقدر تعيش. آرثر سأله طب والحل؟ الوحش رد وقال بسيطة قوي، تعرف أنا بعمل إيه دلوقتي؟ آرثر اتصدم وقال له أنت بتستخدم السحر وكمان بتمتصه من الهواء، إزاي؟ الوحش قال له علشان أعلمك التقنية دي لازم تجاوبني على سؤال واحد، ولو نجحت هعلمك التقنية الأسطورية دي. آرثر اتحمس وقال له خلصانة يا باشا، اسأل براحتك. الوحش قال تمام، لو علمتك التقنية دي هتعمل بيها إيه؟ آرثر وقتها افتكر قطاع الطرق اللي هاجموهم، وافتكر أبوه وأمه وهم بعيد عنه. اتعصب وقال له هقتل أي حد يبعدني عن عيلتي. الوحش اداله واحدة على دماغه وطيره وقال له أنت فشلت في الاختبار، أنا مش هعلم حد بيقول كده. آرثر اتصدم ومش فاهم هو عمل إيه غلط. ساعتها الوحش بدأ يشرح وقال له بص يا ابني، أولا كده أنا اسمي سيلفيا وبإيدي دي أقدر قلتلك دلوقتي من غير ما تتحرك حركة واحدة بس. وبعدين مشاعر الكره والغضب والانتقام مش هتعمل أي حاجة ولا هتفيدك في حياتك. ممكن ترتاح شوية بس هترجع لنفس العذاب من جديد، إنما برضو بنفس الإيد دي أقدر أطبطب عليك وأحميك وما خليش أي حد يقرب منك. ودي هي الميزة في الحياة، إنك تعيش علشان هدفك. القصة مش هتوقف هنا.
هنا. فلو عايزنا نكمل ونوصل للذروة ادعمني بلايك وسبسكرايب وسيب تعليق.